يذكرون في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله أنه هو كان مرة في مجلسه مع أصحابه كانت رجله وجعاه، فكان كان دايما إيه، أو عادته لما رجله توجعه يفرد رجله كده في وسط تلامذته، يعني لا يحتشم من هؤلاء التلاميذ. لحد ما جاء الحلقة في يوم من الأيام واحد برضه بالشكل اللي أنا بقول لك عليه ده، لحية كده بسم الله ما شاء الله، يعني مالية صدره كده وعليه وقار وساكي ومسبل عينيه في الأرض. فأبو حنيفة لما شافه ما يعرفش قدر ده بخاف منه، قال لك جايز يكون إمام ولا حاجة وبتاع، وبعدين أتكلم أغلط في الكلام قدام الراجل ده تبقى فضيحة. فالمهم لم رجليه على مضض يعني والكلام ده، وقعد يتكلم ويفتي أصحابه وبتاعه، كل ما يفتي فتوى يبص لمين؟ يبص لصاحبنا أبو لحية طويلة ده، هل يا ترى باين عليه إنه معترض ولا باين عليه إنه موافق ولا إيه؟ عايز يعني يشوف إيه القصة يعني. لحد ما جت قصة بقى إيه؟ قصة بقى الصلاة، الصلاة الفرض السنة بتاعت الفجر، إذا فاتته قبل شروق الشمس ولا بعد شروق الشمس المهم فرق بقى الإمام، قال لك قبل شروق الشمس كذا، بعد شروق الشمس كذا. قام الراجل نطق بقى، قال له افترض الشمس ما طلعتش، يصليها ازاي؟ افترض الشمس ما طلعتش، امال هتروح فين الشمس؟ قال له يا أخي فرجت عني، وقام مدد رجله وقال الآن آن لأبي حنيفة أن يمد قدم. خلاص الشمس ما تطلعش، ده يطلع بقى، ده يدل على انه ايه، مفيش، ما عندوش حاجه خالص. فممكن يكون انسان له سمت العلماء وهيئه العلماء، ولكنه ايه، لا يظهر عليه ذلك. وممكن واحد تشوفه تلاقي هدوم مزيته وشكله زي شكل الحمالين ولا بتاع الكلام ده، وهو امام.